عدل الغصن ما دام يتعدل. قصة اليوم تحكي عن قصة عدل الغصن ما دام يتعدل. يحكى أن هناك رجلا في ذات يوم أحضر غصن معه إلى منزله يسمى بالسدر، شجرة صغيرة أو بذرة صغيرة يسمى بالسدر. وفي ذات يوم زرعها في المنزل. وفي ذات يوم كبرت قليلا ثم كبرت، وظل يسقيها حتى كبرت، حتى نمت وأصبحت ثمرة وتنجب ثمارا كثيرة. وفي ذات يوم زادت غصونها وأشواكها، حتى تفرعت غصونها ودخلت من النافذة إلى المنزل، وتفرعت غصونة صغيرة مما أدت إلى جمالها. أخبرته زوجته أن يقطع هذا الجذع قبل أن ينمو بداخل المنزل، مما يؤدي إلى أضرار كثيرة بداخل المنزل، ولكن رفض وظل غير مهتم لذاك الكلام الذي تظل تكلمه وتبلغه كل يوم وكل ليلة، ولكن لم يهتم ولم يفرق لها لذاك الكلام. فلم يفرق له أو لم يهتم لذاك الغصن. فظل الغصن يتفرع وينمو من داخل النافذة حتى نما، وجمع الحشرات والذباب والحشرات إلى المنزل من الشجرة. وفي ذات يوم عاد إلى المنزل ورأى كثيرا من الحشرات والقمائم الذي قد دمرت بيته ودمرت منزله، وتفرعت جذورا داخل المنزل كثيرة، وجذور صماء كبيرة، ودمرت وحشرات كبيرة ومزقت ودمرت الجدار والنوافذ. فإذا هو يغضب ويأخذ المنشار ويقطع الشجرة بغضب شديد حتى يمزقها قطعا إربا، ثم يحطبها حطبا لكي يطهو بها غدائه اليوم. فهذه القصة ليست للمتعة وتسلية ومضيعة للوقت، وإنما هي قصة الحقيقة والواقع. هذه القصة تحكي عن الصبي الغير المميز الذي لن يدرك الصواب من الخطأ، ويمر على الصواب أو الخطأ ولن يعي أو هناك من يعاتبه. يجب على الوالدين أن يحذرهما أو يرشداهما إلى الصواب.